ودية مع نادي الزمالك، كيف ترى هذه المباراة؟ نشكر نادي الاهلي الزمالك على هذا الاستقبال، ونشكر كامل الشعب المصري. ما كناش نتوقعوا استقبال كما هذا في مباراة ودية، لكن الحمد لله الشعب المصري معروف بحسن الضيافة تاعو. كنا نتوقعوا حيديروا لنا هكا. الحمد لله رانا في بلدنا الثاني، ما راناش نحسوا روحنا في بلد اخر، رانا في بلدنا الثاني، وان شاء الله هذه المباراة تكون ودية وتفيدنا، تفيد الفريقين الاثنين. يعني استقبلتوا المباراة الودية دي ازاي، وانتوا كنتوا حاسين بايه بعد العودة الى مصر وعودة مرة اخرى للعلاقات الحميمة بعد 2010؟ احنا والله العظيم مش نقول لك، مش كرة القدم راح تفرق بين بلدين مثل الجزائر ومصر. كرة قدم تبقى لعبة كرة قدم، ما راح تفرق بين بلدين. زي احنا مسلمين، عيب هذا الشيء اللي صار بين الجزائر ومصر. هاي كانت بالك ناس حبت تشعل نار الفتنة. الحمد لله الجزائر ومصر إخوة، وهاي هاو الدليل. كاين الإخوة بيناتنا وكاين كل شيء. احنا مباراة ودية هذه تعاوننا حنايا من الناحية النفسية، باسكو حنا ترانا نمر بظروف صعبة كثير بعد حادثة وفاة اللاعب كاميروني، وإن شاء الله نتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك إن شاء الله. في الأول نشكر نادي الزمالك وكل المصريين على حسن الاستقبال. احنا الحمد لله ان شاء الله يكونوا المبادرات هذو يكونوا في المستقبل، باسكو حين نلعبوا ماتش لقاء ودي مع فريق الزمالك، فريق كبير، ما احنا فريق شبيبة القبائل يمثل كل الجزائريين. ان شاء الله في المستقبل راح يكونوا مبادرات واحده اخرى في حسب كما قلت لك انا اخوه، وكرة القدم مش في الملعب، ما خارج الملعب، علاقات ومحبه. تمام. يعني مثل هذه اللقاءات ممكن نتقابل في اللقاءات الافريقيه. من حوالي 3 سنين كده كانت في الى بعض ما يعني مشادات بين الجمهور المصري والجمهور الجزائري. وصلنا فين لغايه دلوقتي بالنسبه للجزائر؟ نظن باللي هذه مشاهدات كانت في الماضي. نظن مع الحمد لله هاك شوف حنا اليوم انا جينا هنايا باش نلعبوا مقابله وديه. نظن باللي ان شاء الله في المستقبل ما حش تكون هذيك المناوشات. نظن باللي حنا كما نقول لك اشقاء اخوه، ومش مقابله في كره القدم اللي حتخسر كما نقول لك تفسد العلاقات بين الجمهور الجزائري والجمهور المصري. ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله يكون كامل المناصرين يدوا عبره من هذو من اللقاءات اللي فاتوا، باش يكونوا في المستقبل اشياء جميله ان شاء الله في الملعب كامل الملاعب العربيه. احنا نشكر رئيس الفريق الزمالك والمسؤولين اللي دايرين به على الدعوه هذه. احنا هذه المقابله الوديه احنا من جهتنا هي مقابله اخويه اللي باش نركز اكثر من الناحيه الاداريه والناحيه الرياضيه، باش ان شاء الله نزيد نحسس الفريقين باش نكثروا من هذه العلاقات باش تتحسن اكثر وبين الفريقين وبين الجزائر ومصر ان شاء الله. وغدوه المقابله الوديه هذه ان شاء الله في الميدان تكون مقابله اخويه فير بلاي من جهه الاخلاق. وما يخفالكش ان الفريق جا لمصر بدون 6 لاعبين دوليين، هما من الامال الاولمبيك والفريق الوطني الاول. وان شاء الله من جهه واحده اخرى من جهه الاداريه العلاقات تتحسن اكثر. ما يخفالكش ان شبيبه القبائل لعبت مقابلتين عندها في 2011 بين الاهلي والاسماعيلي، والعلاقه علاقات حميمه، وان شاء الله تكمل هكذا بالرؤساء الفرق باش يحسنوا المردود بين العلاقات اللي كاينه بين الفريقين. يعني نقدر نقول هي بشرة خير لعودة الكرة العربية والأخاء العرب مرة أخرى، وعودة البطولات العربية مرة أخرى، والمباريات الودية في المنتخبات برضو، يعني منتخب الجزائر والمنتخب المصري. إن شاء الله احنا المنتخب الجزائري حاليا هو في أو لا بأس به من الناحية التقنية. أن ما يخفالكش لعبنا في كأس العالم، دينا دورة لا بأس بها، وحاليا أنا اليوم نلعبوا مع مقابلة مع مالاوي، وإن شاء الله مصر تعود الواجهة من بعد فوز مصر المقابلة مع بوتسوانا. إن شاء الله تعود الواجهة وتتأهل لكأس إفريقيا إن شاء الله.